مرحبا ويعطيكم ألف عافية. اليوم رح أعمل معكم فطاير تركية وهي الجوز لمان. رح أعمل معكم العجينة كمان، رح نعمل الحشوة معكم، وإن شاء الله تعجبكم طريقة هالفطاير. كتير سهلة ومكونات بسيطة. تابعوني لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك للفيديو، الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. رح أبدأ بالمقادير. عندي 3 كاسات طحين متعدد الاستعمالات، معلقة صغيرة ملح، وكاسة وربع مي دافية. بضيف كل المكونات بالعجانة. طبعا مثل ما قلت لكم انه استيعاب الطحين للسوائل بيختلف من نوع لنوع، ممكن تحتاجوا اكتر من كاسة وربع، وممكن على الكاسة وربع كافية يعني. بضل مدة 5 دقايق بعجنها لبين ما تطلع عندي العجينة ناعمة. بجيب صحن برشه بالطحين وباخد العجينة اللي عندي، بقطعها بهي الطريقة لكرات متساوية تقريبا. هي الطريقة التقطيع ممكن تقريبا متساويات، ناقص 5 جرام 10 جرام وفرق. راح أرش كمان بوجه الكرات العجين بالطحين وأغلفها بالنايلون. راح أحضر الحشوة. عندي الجبنة بشرتها، وعندي هون كمان بطاطين سلقتن، قشرتن وسلقتن. هي السلق السريع، إذا هيك بدي أعمل فطاير أو هاي كتير الطريقة سهلة. برش رشة ملح، رشة بابريكا، وعندي هون كمان نص معلقة من البهارات الخاصة للبرك البطاطا. هون على الطاولة كمان برش طحين. بنحاول انه يكون الطحين كتير مشان ما تلزق معنا. العجينة كتير طرية، وحتى وقت نحن عم نمدها ما بتعذبنا ابدا بالشغل. كل تقريبا لازم تكون طبقة كتير رقيقة، ما تكون سميكة. هيك تمام. راح ارش عليها الجبنة. بنحاول نكتر جبنة بتطلع اطيب. طبعا الاطراف ما بقرب عليهم جبنة مشان وقت بدي اسكرها تسكر معي. نفس الطريقة كمان لازم تكون كتير رقيقة. راح اعمل وحدة بطاطا كمان، من مد البطاطا على كل الطرف. بنحاول ما نجيب على الاطراف مشان تلزق معنا. بدي اخبزها بالمقلاي على نار وسط، على الطرفين طبعا. كتير سهلة طريقة الخبز، اهم شي تكون المقلاي ما تتلزق معنا. بقلب على الطرف الثاني. صارت هيك عندي الفطيرة جاهزة، ومثل ما انكم ملاحظين منتفخة. فهلأ بدي أدهنها بالزبدة. طبعا بدهن الزبدة كل الأطراف وحتى الوجه والقفا.
هي الزبدة مو سخنة، بتدوب لحالها. كمان رح اقطعها بالرول البيتزا مثل ما بقطعوها هون تماما. عن جد ولا اسهل من هيك فطاير. بنصحكن تجربوها. اذا عجبتكن الوصفة لا تنسوني باللايكات ومشاركة الفيديو مع اصدقائكم. شكرا لحسن المتابعة، وانتظروني فيديوهات جديدة ان شاء الله.